الحمد لله الذي هدانا للإيمان وأنار بصائرنا بالنور والقرآن. الحمد لله الذي جعل الجنة غاية السالكين ومحط رحال المؤمنين المخلصين. وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم المنان، وأن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والإحسان. أيها الناس، أيها الباحثون عن الحقيقة في زحمة هذه الحياة، أيها المسافرون إلى الدار الآخرة التي لا فناء لها، كل نفس تدب على هذه الأرض مهما كان دينها ومهما اختلفت ملتها وأفكارها، تشتاق في عمقها إلى الخلود، وتحن إلى السلام النفسي، وتبحث عن الجنة. إنها الغاية الكبرى التي تتمسك بها الأرواح حتى لو لم تفصح عن ذلك. لكن الحقيقة التي يجب أن نواجه بها أنفسنا هي أن الغاية وحدها لا تكفي للنجاة، والنية القلبية بلا عمل حقيقي واتباع صادق لا تغني عن المرء شيئا. كيف يطلب الجنة من لا يعرف طريقها الذي رسمه الله سبحانه وتعالى؟ وكيف يسعى لها من يتولى عن أوامر خالقها وينشغل بالدنيا وملذاتها الفانية؟ إن طريق الله واضح ومستقيم، فلا تخدعنكم الأماني الباطلة، ولا يغرنكم بالله الغرور. من كان منكم مسلما فالواجب عليه أن يعيد النظر في صدق التزامه، أن تهتز جوارحه خشية وشوقا، وأن يكون دينه هو محور حياته كلها، لتكون صلاته ومعاملاته وأنفاسه كلها لله رب العالمين. ومن كان غير مسلم فما العذر في تأجيل البحث؟ وإلى متى الانتظار والعمر يتسرب بين أيدينا؟ إلى متى التعامي عن هذه الحقائق الساطعة؟ ابحث بصدق، وفتش في أسرار هذا الكون، وسائل نفسك في خلوتك عندما تهدأ الأصوات من حولك: ماذا بعد الموت؟ وأين المفر إذا جاء الأجل بغتة وانطفأت لمحة البصر ووجدت نفسك وحيدا في قبرك؟ لقد كنت في يوم من الأيام مثلكم تماما، وأنا أحدثكم اليوم بقلب المسلم الجديد الذي عرف كلتا الحالتين، ذاق طعم الحيرة والظلمة زمانا، ثم أبصر بعد ذلك نور اليقين وشرح الله صدره للإسلام. قد يظن البعض ممن يقرؤون الظواهر أن إسلامي كان وليد صدفة عابرة، أو أن الحوار الذي دام 4 أيام مع الشيخ زين حفظه الله كان هو كل الطريق وبداية القصة. لكن الأمر في حقيقته أعمق من ذلك بكثير وأكثر مشقة. لقد بدأت رحلتي منذ عام كامل، عام طويل مضى جرت فيه أحداث خاصة ومؤلمة، وزلازل نفسية أقضت مضجعي، ومواقف عصيبة جعلتني أقف مجبورا مع روحي وأنفض عني غبار الغفلة، وأبدأ بالبحث الجاد والمضي عن الحقيقة الكبرى في هذا الكون. ومع كل الصعوبات لم أتكاسل، ولم أنظر إلى سني أو مكانتي، ولم أقل سأنتظر غدا، فالغد غيب لا نملكه أبدا. كنت أقلب صفحات هذا الكون وأقرأ وأتأمل بيقيني المشتاق الذي يبحث عن طوق النجاة، وبدموع الصدق التي لا يعلمها إلا الله. لم أقل يوما فات الأوان، ولم أتعلل بالأعذار فأقول سأؤجل هذا الأمر المصيري حتى تصفو الحياة وتقل المشاغل الدنيوية، لأنني أدركت أن العمر أقصر من أن يقامر به. فإذا صدق العبد في طلب الحق مع الله وأقبل عليه بقلب منكسر، ساق الله إليه الأسباب وفتح له الأبواب من حيث لا يحتسب. وكان ذلك الحوار المبارك الذي استمر 4 أيام مع الشيخ زين هو الختام المتمم، والقطرة التي أفاضت إناء الروح بعد عام كامل من البحث الدؤوب والسهر والاشتياق. إن النجاة في الآخرة تحتاج إلى صدق مطلق مع النفس أولا، ومع الخالق ثانيا. والجنة لا تنال بالتمني الفارغ والتسويف المستمر، بل بنفس تأبى الخنوع، وبالهمة العالية التي تقطع مفاوز الحيرة وتتجاوز عقبات الهوى. فيا حسرة على عمر ثمين يضيع يوما بعد يوم في غير طاعة الله ومرضاته. ويا خيبة من سمع داعي الحق وأدرك بنفسه أنه الحق،
ثم أعرض بعد ذلك ونأى بجانبه مستكبرا أو متكاسلا كأن لم يسمع شيئا. والله إن هذه الدنيا راحلة ومغادرة مهما تزينت في أعيننا، وإن الآخرة قادمة ومقبلة لا محالة مهما استبعدناها، وإن الفاصل بيننا وبين الجنة أو النار هو أن تقف هذه الأنفاس التي نتردد بها في هذه اللحظة. فأفيقوا يرحمكم الله، وتدبروا مصيركم، وارجعوا إلى مولاكم رجوعا جميلا، والتزموا بصراطه المستقيم تمسكا صادقا قبل أن تقول نفس نادمة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة الأبرار الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وأعذنا بمنك وكرمك من النار ومن خزي النار، وتوفنا مسلمين صادقين تائبين متمسكين بالحق والهدى إلى يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.